السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة يومك مع مروة احلى. تعالوا بقى هنعمل مع بعض النهاردة الكبسة السعودي. بصي حلوة قوي، في حلة واحدة هنعملها وسهلة وبسيطة ومش هتاخد منك وقت خالص، ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. الرز معايا مفلفل، والرز بقى عليه مكسرات وحلو قوي، وبصي الفراخ جميلة وتحفة زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ ونشوف هنعمل مع بعض الكبسة السعودي دي ازاي. انا كده عندي اول حاجة حلة على البوتاجاز، نزلت فيها ب3 معالق من الزيت وهسيبهم لغاية لما يسخنوا معايا تماما. بعد كده بقى هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الزبدة، وبعد كده بقى هسيب الزبدة عندي لغاية لما تسيح كويس جدا. بعد كده بقى جبت عندي بصلاية مقطعاها لقطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده، ونزلت بقى بالبصل كده على الزيت والزبدة بالشكل ده، وبعد كده هقلبهم مع بعض كويس جدا لغاية لما البصلة تبتدي ان هي تاخد معايا لون ذهبي. انا مش عايزة البصلة تحمر خالص، انا عايزاها يدوب بس هتاخد معايا لون كده. وبعد كده بقى نزلت عليهم بمعلقة صغيرة من الثوم المهروس وقلبتهم مع بعض كويس جدا، وهنزل عليهم تاني بقرن فلفل صغير متقطع لقطع صغيرة بالشكل ده، وهقلب كله كده مع بعضه بالشكل ده. بعد كده بقى جبت عندي حبايتين طماطم، ويفضل تكون الطماطم من غير قشر زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، مقطعاهم لقطع صغيرة خالص. بعد كده بقى نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من معجون الطماطم او صلصة الطماطم بالشكل ده، وهديهم بقى تقليبة مع بعض كده بسيطة خالص. وبعد كده بقى هنزل عندي بفلفل اسود حصى، و2 لومي، وعود من القرفة، وورق لورا، و3 فصوص من الحبهان بالشكل ده. هنزل بقى بكل المكونات دي كده على بعض، وهديها بقى تقليبة بسيطة خالص. بعد كده بقى هنزل عليهم بنص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ورشة بسيطة خالص من السكر. وبعد كده بقى هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من بهارات الكبسة زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله بهارات الكبسة غيرت معايا اللون وخلت لونهم حلو جدا. وهقلبهم بقى مع بعض كده تقليبة. وبعد كده بقى هجيب عندي الفراخ، وهبتدي بقى ان انا انزل كده بالفراخ في قلب الصلصة اللي احنا عملناها، في الخلطة اللي احنا عملناها دي كلها، وهسيب الفراخ عندي لغاية لما تاخد صدمة حلوة جدا اهو بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا اقلب فيها كده واقلب فيها كده لغاية لما الفراخ تاخد معايا صدمة ولونها يتغير معايا تماما. وبكده بقى ابتديت ان انا اقلب كده الفراخ الناحية التانية بالشكل ده. انا كده بقلب فيها لغاية لما الفراخ تشرب معايا كل الصوص اللي موجود في التتبيلة دي. وبكده تمام بقى زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. الفراخ اخدت معايا صدمة بالطريقة دي. بعد كده بقى هزود عندي الفراخ مية لغاية لما اغطي كده الفراخ عندي بالمية، وبعد كده بقى هسيبها لغاية لما تغلي. وبعد كده بقى لغاية لما الفراخ كده تبتدي ان هي تدخل في السوا، هبتدي بقى ان انا ازود لها نص معلقة صغيرة من الملح. طبعا انا ما كترتش ملح عشان خاطر بهارات الكبسة بيكون فيها ملح اهو زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله الفراخ استوت معايا بالطريقة دي، وابتديت بقى ان انا كده اشيل الفراخ عندي. وبكده تمام زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. انا جبت بقى الرز عندي البسمتي، طبعا ده نص كيلو من الرز البسمتي. انا غسلاه كويس جدا ونقعته لمدة ساعة بالظبط. نقعته في مية بالشكل ده. وبعد كده بقى جبت عندي الرز ونزلت فيه بقى في المية بتاعة الفراخ او الشوربة بتاعة الفراخ بالبهارات بالتتبيلة اللي احنا عملناها.
بالطريقة دي. وبعد كده بقى الرز عندي بيغلي، ونزلت عليه بقرن فلفل حامي كده بالشكل ده. وبعد كده لغاية لما الرز يشرب معايا هبتدي بقى ان انا اوطي النار خالص. بعد كده بقى هنيجي نعمل الصوص بتاع الفراخ عشان خاطر نحمر الفراخ في الفرن. انا كده عندي جبت بولة صغيرة ونزلت فيها بمعلقتين من الزيت وعليهم معلقتين من الكاتشب بالطريقة دي، ورشة صغيرة خالص من الفلفل الاسود، ورشة صغيرة من الملح. وهبتدي بقى ان انا اقلب كله كده مع بعضه بالطريقة ديت، وهبتدي بقى ان انا ادهن الفراخ كلها بالشكل ده. انا كده ما شاء الله ابتديت بقى ان انا ادهن كده الفراخ كده من فوق كده بالطريقة دي. ما شاء الله الخلطة ديت حلوة جدا، بتدي لون حلو قوي للفراخ، وبتدي بقى طعم جميل. بصي طعمها بيبقى تحفة. وبكده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده هبتدي بقى ان انا ادخلها الفرن واشغل عليها كده الشوايه من فوق لغايه لما تاخد معايا لون حلو. نرجع بقى هنا للرز. طبعا انا ما بقلبش الرز خالص لما بيستوي معايا تماما. طبعا انا لو قلبت الرز قبل ما يستوي الرز هيتكسر معايا. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله حبيت الرز عندي بتلمع واستوى وبقت ريحته جميله جدا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. وكده بقى هنبتدي بقى ان احنا ننزل كده بالرز بقى في الطبق عندي، وهنبتدي بقى ان احنا نغرفه بالشكل ده. ما شاء الله تحفة جدا ولونه حلو قوي ومستوي كده وجميل، والرز مفلفل معايا وحلو قوي. وبكده بقى ما شاء الله هبتدي بقى ان انا اجيب عندي الفراخ زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله حمرناها تحميرة حلوة جدا بالطريقة دي. والطريقة سهلة وبسيطة جدا ومش هياخدوا منك وقت خالص. وهنعمل بقى الكبسة السعودي في حلة واحدة. وبعد كده بقى جبت عندي بقى زبيب، وجبت عندي لوز. طبعا انا حمرتهم كده في معلقة سمنة بلدي، طبعا احنا عارفين الطريقة بتاعة التحمير طبعا. وابتديت بقى ان انا ازين كده عليها من الوش، وزي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله عملنا احلى واجمل كبسة. ان شاء الله هتجربيها وهتطلع معاكي حلوة جدا، وعملناها في حلة واحدة يعني مش هتاخد منك وقت خالص. ما شاء الله زي ما انتوا شفتوا كده شكل المكسرات كده على الفراخ والكبسة حلوة قوي وشكلها جميل جدا. عاوزة اقولك بقى لو اول مرة بتشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد